السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. مرحبا بكم إخواني السيدات والسادة الأساتذة والأستاذات، مرحبا بكم. إذا لا شك وأن الجميع ينتظر مخرجات اللقاء الذي أجري اليوم بين النقابة التعليمية وبين الوزارة بخصوص تنزيل مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقين الاجتماعيين القطاعيين 10 و26 جانبير 2023. إذا في انتظار إن شاء الله صدور البلاغ الرسمي من النقابات. إذا اخترت لكم هنا واحد العينة من المنشورات التي تتحدث على مخرجات من مصادر موثوقة. من طبيعة الحال عندي هنايا الكونت ديال الأخ عادل الغريسي اللي هو من بين النقابيين المطلعين اللي عنده أصدقاء ديالو من طبيعة الحال وعنده علاقات مع الناس اللي كيشاركوا مباشرة في جلسات التفاوض مع وزارة التربية الوطنية، وبالتالي في المنشورات ديالو فيها يعني المصداقية التامة والكافية باش أننا نعتمدوا عليها، نديروا عليها واحد الفيديو باش نناقشوا جميع المخرجات ديال هذا اللقاء. الحمد لله ما نقولش بانه اللقاء صفري 100% باقي اللقاءات، ولكن رغم ذلك الملفات المهمه مازال ما تمش يعني لسوء الحظ يعني الحاله ديالها. اذا اهم اللقاء او خلاصات اللقاء ديال اليوم، اولا بالنسبه للتعويض على المناطق النائيه، شرعت مؤسسه محمد السادس في انجاز الدراسه وكلفت مكتب دراسه. اذا من طبيعه الحال هذه النقطه هذه كانت من بين الالتزامات ديال وزاره التربيه الوطنيه، وكان لابد انه المؤسسه لانه سيتم تمرير هذوك تعويضات على التدريس على المناطق النائيه عبر مؤسسه محمد السادس، يعني غتكون بحال مساهمه اجتماعيه. انا كنتفهموا الاحراج اللي غيوقع للحكومه الا تم فعلا يعني ادراج هذه التعويضات ضمن الراتب، غيكون الامر يجب ان يتم تعميمه بالنسبه لباقي الموظفين. وهذا الامر هذا اعتقد بان الوزاره او الحكومه ما غتغامرش، ذلك سيتم تمريرها عبر مؤسسه محمد السادس باش تحسب كانها يعني دي سوبفونسيون سوسيال وصافي. دونك ضروري تحديد لنا المناطق المعنيه والمقدار ديالها وشنو هما الشروط، كيف انت غنقولوا ان هذه منطقه نائيه وهذه ماشي منطقه نائيه، واش غنعتمدوا على البعد على المراكز، واش توفر الضروريات، واش المسافه، يعني كاين بزاف ديال الامور صراحه. لذلك يعني مكتب الدراسات غيحدد من طبيعه الحال هذه المناطق باعتماد على مجموعه من المعايير، وغيعتمد من طبيعه الحال على يعني دراسه تم اجراؤها في 2008 من طرف وزاره الداخليه. بالنسبة للمادة 81 لا زالت عالقة، وأي قرار منفرد ستتحمل فيه الوزارة مسؤولية النتائج، وذاك هو خطاب النقابات لها بخصوص الملف. إذا هنايا الأصداء التي وصلتني شخصيا بخصوص هذا الأمر هذا هو أنه يعني سيتم تمرير الترقية ديال 2023 بعدم اعتماد تأويل إيجابي ديال المادة 81، يعني سيتم تنزيلها حسب المنطوق ديالها في النظام الأساسي. لسوء الحظ يعني أنه سيتم اعتماد الشرط ديال التسجيل أو التقيد 4 مرات في لائحة الاختيار للاستفادة من التسقيف، وبالتالي هذه ستكون ضربة لسوء الحظ قاسية للشغيلة التعليمية، خاصة وأنه علقت عليها آمال كبيرة جدا لتحيين يعني الوضعية ديال هاد الأساتذة. إذا بالنسبة للنقطة الثانية هي ساعات العمل. إذا لسوء الحظ بطبيعة الحال هذا أيضا التزام حكومي بأنه غيكون واحد التخفيض ديال ساعات العمل الأسبوعية بالنسبة للأسلاك الثلاثة، ولو أن الأمر كيبان ملح خاصة بالنسبة للسيكل الابتدائي. إذا كنا كنعرفوا الإرهاق اللي كيعانيو منه التلاميذ بالخصوص، ثم بالدرجة الثانية الأساتذة، إذا 30 ساعة عمل أسبوعية. كان التزام حكومي بأنه سيتم مراجعة ساعات العمل، وعلى الأقل الحذف ديال الساعات التضامنية التي فرضت يعني في الثمانينات من القرن الماضي، إبان يعني الوضعية الاقتصادية الصعيبة اللي كانت عاشتها بلادنا بسبب الحرب ديال الصحراء. إذا كان تضامن من الأساتذة أنه تتم مجموعة من الساعات. إذا المطلب الآن أنه يتم الرجوع إلى الساعات الأساسية. إذا 18 ساعة بالنسبة للثانوي التأهيلي، 20 ساعة بالنسبة للابتدائي، و26 ساعة بالنسبة للابتدائي. إذا هنايا لم تتوصل الوزارة برد من اللجنة الخاصة بعد. إذا هناك من طبيعة الحال تقرير ديال لجنة البرامج والمناهج اللي ضروري أنه يخرج باش يتم يعني التكييف ديال الإيقاعات الزمنية وديال التمدرس مع ساعات العمل الجديدة. تم احتساب السنوات السابقة للمتقاعدين أو المتعاقدين عفوا، ومن تاريخ الترسيم وللذين انتقلوا خارج الجهة، وتم التوصل بترخيص من رئيس الحكومة، وتم التأشير على القرارات. إذا هذا أمر إداري يهم يعني الأفواج الأخيرة ديال المتعاقدين بخصوص التسوية ديال الوضعية ديالهم، خاصة الذين انتقلوا خارج الجهة. الأمر يعني يستلزم حصول على ترخيص مباشر من رئيس الحكومة، وهو الأمر الذي تم. إذا كما قلت لكم هذا الاجتماع على الأقل ماشي اجتماع صفري كباقي الاجتماعات التي عايدناها في يعني الأسابيع الماضية. بالنسبة للعراضيين هذه نقطة أيضا مهمة، ولو أن العدد ديالهم ماشي عدد كبير، ولكن راه كاينة مظلومية في الملف ديالهم. إذا تم احتساب الخدمات السابقة للعراضيين وأدت الوزارة اشتراكها لصندوق تقاعد. إذا بالنسبة للناس اللي ما فاهمينش هذه النقطة، أنه في واحد الوقيته الوزارة استعنت مجموعة من الأساتذة سمتهم عراضيين لسد الخصاص في مجموعة من المناطق النائية.
اذا هنايا كان لسوء الحظ كانوا كيتلقاو واحد الراتب، ولكن كيتقطع عليهم الاشتراكات ديال الصندوق المغربي للتقاعد، ولكن هذه السنوات ما كانش محتسبه لهم ضمن السنوات ديال الاقدميه ديالهم. لذلك تم يعني تسويه الامر ب يعني الدفع ديال الاشتراكات ديال الصندوق ديال التقاعد الخاصه بالوزاره ديال اللي هي المشغل ديالهم، لانه الاشتراكات ديال التقاعد كيكون 50% من المشغل و50% من الاجير او الموظف. اذا تمت تسويه الامر الحمد لله. بالنسبه لطلبات الالحاق تم توقيع جميع الالحاقات وارسلت للتعليم العالي. بالنسبه للتعويض عن التكوين تمت احاله 2100 ملف على التسويه الماليه. كاين ايضا يعني واحد المرسوم ديال التعويض على التكوين فيما يخص التناقل والتغذيه سيتم يعني مناقشته وسيتم تطبيقه. اذا مزيان انه يبدا يعني الاحاله ديال الملفات، لانه كاين واحد العدد كبير جدا، كاين واحد التراكم ديال عدد كبير من الملفات اللي كتسنى يعني التسويه ديالها. بالنسبة للمادة 77 تم إدراج المعنيين في نظام اندماج من طرف مكتب نفقات الموظفين بالخزينة العامة. إذا هذه أيضا خطوة تقنية مهمة لكي يتم تسوية يعني المعنيين أو الملفات المعنية بهذه المادة هذه. بالنسبة للمادة 89 الخاصة بالمتصرفين التربويين، اللي حتى هي لاحظنا أنه في هذه الأواخر هذو المتصرفين داروا بزاف ديال الخطوات الاحتجاجية يعني لتسوية هذا الأمر هذا بالنسبة للاقتطاعات. إذا المادة 89 الخاصة بالاقتطاعات الناتجة عن تغيير الإطار إلى متصرف تربوي، وحيل المرسوم على المالية من أجل التسوية. بالنسبة لملف الدكاترة سيشرع ابتداء من 15 ماي في تنزيله بالمراكز. هنا كنتسناو اللجنة أو الموافقة ديال وزارة التعليم العالي على الأساتذة اللي غيكونوا في اللجان ديال يعني ديال الفرز ديال الملفات، باش يعني مباشرة غيتم الانتقال الأولي وبالتالي إجراء المباراة. بالنسبة للمادة 85 إذا وعدت الوزارة بإنصاف الذين حرموا من التكوين. إذا هذا لا زال وعدا، وحنا يعني الوعود لا نثق فيها، يعني يجب أن يكون هناك يعني ضروري يكون واحد الاتفاق موقع باش يكون ملزم للطرفين. بخصوص الحركات الانتقالية تم حذف المادة المتعلقة بانتقال أساتذة مدارس الرياضة، وهي أعتقد النقطة الوحيدة اللي كانت كتشكل مشكل بالنسبة للنقابات بالنسبة للشغيلة، لأنه كاين بزاف ديال الناس اعتبروها كأنه سجن مهني. إذا كيف يعقل أنه الأستاذ إذا كان في مدرسة الرياضة ما عنده الحق ينتقل إلا لمدرسة الرياضة، وحنا عارفين بأن الأمر لم يعمم بعد، وبالتالي كان غيشكل الأمر واحد السجن مهني. إذا مزيان أنه يتم الإلغاء ديال هذه النقطة هذه. والنقطة المهمة قاعدا بخصوص التعويض التكميلي، لم تتلقى النقابات أي جواب في الموضوع، وتمت إحالة النقطة للحوار المركزي لارتباطه بالحكومة والمالية حسب الوزارة. إذا لسوء الحظ هذه النقطة هذه تتهرب منها الوزارة، ولو أنه فعلا يعني حسب الالتزام وحسب الاتفاق ديال 26 دجنبير كانت يعني ملاحظة أنه سيتم مناقشة الأمر في الحوار المركزي، ولكن شفنا حنا دابا جلسات الحوار المركزي ديال أبريل تم يعني تمريرها بدون أي تطرق لهذه النقطة هذه وبدون أي نتيجة. إذا كنتمنى إن شاء الله أنه باقي ملفات تلقى الحل أو تلقى الطريق ديالها إلى الحل في أقرب الآجال.